أنا حبايبنا الشعب السوداني والأهل السودان وشعب السودان الشقيق. احنا وقفنا مع الجيش المصري ووقفنا مع القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقفنا ورا أجهزة الدولة، مؤسسات الدولة. فنصيحتي ليكم اقفوا مع الجيش الوطني، اقفوا مع دولتكم، نمنع أي انقسام. وهي هانت، وزي ما عم أسامة بتقول يا عم أسامة، ساعة النصر صبره ساعة. النصر وهو قرب، النصر قرب ان شاء الله، والجيش السوداني ربنا هينصره، واهل السودان ربنا هينصرهم، وشعب السودان ربنا هينقذه، وباذن الله نصر السودان من نصر مصر. ويا رب النصر لمصر والنصر لجيشنا ولرئيسنا، ونفرح ان شاء الله ان ربنا اخزى هؤلاء الشياطين الذين يتجمعون علينا من كل مكان. اللهم ابق لهم ما يخزيهم دائما، اللهم ابق لهم ما يخزيهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يرتد عليهم. كل من يصنع المؤامرات ضد مصر المحروسة هذه يلقى ويشرب من نفس الكأس ان شاء الله. امين يا رب، اللهم امين. هو الشيء الجميل بتاع الشعب المصري الحقيقه، الدكتوره جابت نقطه كويسه قوي. مجلس القبائل او القبائل بصفه عامه والعشائر اتحدت مع بعضها وراحت بدات القبائل اللي هناك واتحدوا، شيء جميل. واحنا كمان العاديين العائلات وكده لابد نتحد مع الجيش السوداني وما نسيبوش، لان هي جنوب مصر، هي عمقك الاستراتيجي من ناحيه الجنوب، هي اللي بيجي من عندها الميه، هي اللي كنا شعب واحد. ومن ايام مينا لما وحد القطرين وهي دوله واحده، هم ارادوا يقسمونا وارادوا ينهوا جيوشنا عشان يتحكموا في ثرواتنا، ولولا الثروات ما هماش جايين، لان هم جاعوا هناك، جاعوا ولسه ربنا هيديهم. هناك جاعوا بعد كورونا وجاعوا بعد الحروب، ربنا هيديهم من عملهم. فاحنا نتحد مع بعض، ونداء للشعب السوداني زي ما قال الاستاذه الدكتوره غاده والاستاذ اسامه، نداء اقفوا جنب قيادتكم، اقفوا ورد الخطر وابعدوه عنكم باتحادكم، لان المستهدف كبير. وصدقوني لما هيلقوا الانتصار جاي، هم الخونه اللي بيزرعوا الفتن هم اللي هيجوا يقول لك احنا عاوزين نصالح. هو كده لما بيلقى نفسهم ينهزموا، هو كده. احنا كشعب وكعشائر وقبائل، يعني جميل قوي لما نلقى قبائل سيناء والنوبه ومرسى مطروح والسلوم وداخل مصر رايحين بقياده القبائل الشيخ كامل مطر، ورايحين بسم الله ما شاء الله وفد جميل قوي. ده حاجه جميله، وده طبعا من توجيه سياده الرئيس ربنا يبارك فيه وطول عمره. اللهم امين يا رب. هي مصر المستهدف كله مصر مش السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. من محافظة دمياط، من موقع التأييد من محافظة دمياط التي تقوده الأستاذة الفاضلة الدكتورة غادة صقر، بنبعت رسالة تأييد للشعب السوداني. ومش عايزين نقول الشعب السوداني إخواتنا وحبايبنا، لأن ده واقع بنلمس كل الشعب المصري، دي واقع يلمس كل الشعب المصري، بأن الإخوة السودانيين إخواتنا وأحبائنا والأمن القومي الجنوبي لمصر. نعم. فاحنا بنبعت رسالة تأييد بأن الشعب السوداني يلتف حول القيادة السياسية والجيش الوطني السوداني، كما التف الشعب المصري مع القيادة السياسية بقيادة عبد الفتاح السيسي والقيادة العسكرية والجيش المصري. لأن التفافك حوالي الجيش السوداني الوطني هو اللي يخرجك من الأزمة، ونتمنى للشعب السوداني بأن ربنا يخرجوا من الأزمة يا رب. وتحية حب وتقدير للشعب السوداني يا رب.